ما أحسن الطريقة، هكذا يقول: ما أحسن الطريقة وأنفعها لحفظ الوفيات. أحسن طريقة لحفظ الوفيات التكرار. أكرر. كيف أكرر؟ أنا وقفت على كتاب الآن، هذا كتاب. لما يقع في يدك كتاب، أي كتاب، لابد تنظر إلى العنوان، أليس كذلك؟ بعد ما انتهيت من العنوان ستنظر إلى ماذا؟ المؤلف. نظرنا هنا دورة الإمام ابن القيم، بسم الله، المفيد في علم التجويد. من ألفه؟ أحمد بن فلان الفلاني، توفي، مكتوب سنة الوفاة مكتوبة، فتقول هذا محمد بن عبد الوهاب ومكتوب 1206. خلاص، 1206 احفظه ابتداء. محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي العالم المعروف صاحب كتاب التوحيد، توفي 1206. هنا تحفظ، وإذا استطعت أن تقيد قيد، لا بأس، في دفتر أو في ورقة أو في جوال قيد، فتحفظ. ترجع مرة أخرى تقرأ كتابا آخر، ابن الملقن متى مات، الحافظ، القاضي فلان. فكلما رأيت عالما وفي كتاب ابحث عن وفاته، حتى لو لم توجد، أحيانا لا يكتبون الوفاة. ما الذي يمنعك أنك تدخل وعندك هذا الجوال الذي قد يكون مصيبة عليك؟ ادخل واكتب العالم الفلاني متى توفي، فتقيد في الكتاب نفسه، لأنه ما كتب توفي في عام كذا وكذا، ثم تكرر كلما مر بك عالم. والشيء الثاني المدارسة، المذاكرة. أنا والله لولا الوقت وإلا لن أذكر عالما إلا أسألكم متى توفي، لكن هذا سيأخذ وقتا علينا، وهذا فيه فائدة كبيرة، حتى إن كثير من الطلاب استفادوا من هذه الطريقة، وهذا مهم لطالب العلم. انتهى الوقت، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.